ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. انا اسمي سما. لو انتوا اول مره تشوفوني بتمنى ان انتوا تلاقوا في الفيديو ده حاجه فعلا تلمسكم وتبقى مفيده بالنسبه لكم، وتتفرجوا على بقيه الفيديوز وتعجبكم. ازاي تعملي جلو اب لعقلك وشخصيتك؟ قبل كده انا اتكلمت في فيديو عن ان احنا ازاي نعمل جلو اب، بس بقى كان كل حاجه، كان شامل كل حاجه، وكان الطاغي فيه اكتر شكل يعني من بره، ونلبس ايه ونلبس ايه وكده. ممكن تروحوا تتفرجوا عليه. بس النهارده بجد انا عايزه اركز على الشخصيه والعقل والنفسيه من جوه، ازاي تقوي كل الكلام ده، لان الجلو اب مش بس من بره ومش بس مظهر. طبعا ده جزء مهم قوي قوي بجد، وجزء يعني ما ينفعش نهمله، بس برضو احنا اتكلمنا عليه، فاحنا النهارده نتكلم عن اللي من جوه. مبدئيا خلينا متفقين ان مفيش حد هيحقق اي حاجه هو عايزها، ولا حد هيوصل لمكانه كبيره، او حد هيبقى فعلا ليه شخصيته وسط الناس وليه قيمته لو هو اصلا مش عارف قيمته من جوه. لو هو اصلا بيتعامل مع نفسه على اساس ان انتي شخصيه وحشه قوي، او شخصيه صعبه ما تتعشريش او ما تتحبيش، او ان انتي مش هتعملي اي حاجه، او ان انتي اصلا ما تقدريش تعملي ده. فبجد لو انتي بتفكري كده، فانا النهارده جايه عشان نتكلم مع بعض، وتبقى قعده بنات لذيذه، لان بجد بجد لقيت ناس كتير قوي قدامي عندها المشكله دي، ان هي مش قادره تعمل اي حاجه عشان بتفكر في كل الكلام ده. فبجد لو انتي كده، فاحنا النهارده خليكي مقتنعه وواثقه ان شاء الله ان احنا هنطلع بحاجه جميله قوي قوي، عشان تحسسك ان انتي لا، مش زي الاول، انتي فعلا شخص ليه يعني ليه كده استقلاله، وشخص ليه شخصيته ودماغه وعقله اللي هيقدر يطورهم عشان بجد يحصل على اي حاجه هو عايزها. فالفيديو ده ما ينفعش يعدي من غير ورقه او قلم، ومش ورقه عاديه، لا، النوت بتاعتك اللي انت بتكتبي فيها. وبجد بجد اوعدك وعد مني ان انت هتطلعي من الفيديو ده حاسه ان في حاجه متغيره، وحاسه انك عايزه بجد تعملي حاجه. فمن غير رغي كتير، يلا بينا نبدا ونشوف هنقول ايه النهارده. اول حاجه معانا النهارده، وزي ما قلت لكم في الاول، ان احنا ما ينفعش نخطي اي خطوه او ان احنا نعمل اي حاجه من غير ما نبقى واثقين في نفسنا، وعارفين احنا مين، وعارفين احنا عايزين نعمل ايه، ومفيش اي حد يهزنا بسهوله. انتوا مثلا هتيجوا تفكروا تقولوا طب انا اوصل لده ازاي؟ انا حاولت كتير ما عرفتش، او انا مثلا يعني شخصيتي ضعيفه ومش عارفه اعمل اي حاجه. انا عارفه ان هي مش بدوسه زرار، وعارفه ان هي بجد مش مجرد من انك تقولي في دماغك كده ان انا خلاص هتغير يبقى هتغيري. بس عايزين نبقى عارفين وفاهمين ان هو قرار داخلي الاول. يعني اتعاملي مع نفسك انك شخصيه ليها قيمه، وتعاملي مع نفسك على اساس ان انت ما ينفعش حد يقولك كلمه وحشه، ما ينفعش حد يهزر معاكي هزار مش عاجبك وتتقبليه، واللي هو تضحكي عشان ما تبقيش نكديه مثلا او كده. ما ينفعش خالص خالص بجد. ما ينفعش نبقى عايشين باصين لنفسنا بصه صغيره، او ان احنا كده ما نستاهلش اي حاجه حلوه، ما نستاهلش شغل حلو، ما نستاهلش علاقه حلوه. ما تفكريش مثلا ان انت لو شفتي شخص عاجبك او كده تقولي ده شخصيته قويه قوي، او شخص مثلا جميل فانا لا ما يستاهلنيش. اوعي تفكري كده بجد، دي كارثه، واحنا ان شاء الله نحاول نحلها. فبجد ما ينفعش باي حال من الاحوال ان انت تقولي لنفسك كلام سلبي. وعلى فكره الكلام اللي انا بقوله ده مش كلام سوشيال ميديا، او مش كلام سمعتيه كذا مره، لا لا بجد. الموضوع ده بيفرق جدا جدا. دايما احنا اي انسان فينا عنده صوت داخلي، عنده صوت بيقول له انت هتبقى فين، او صوت بيقول له انت، فاهمين قصدي؟ الصوت اللي بيكلمنا من جوه، اللي هو بيبقى ايه، بيحاول ساعات يقلل مننا، اللي هو مثلا لا انت مش هتنجحي، انت مش بتعملي حاجه، انت قيمتك اصلا مش موجوده. الصوت ده لو بدلناه بصوت كويس، لا انا هقدر، انا هعمل، انا كويسه، انا هوصل للي انا عايزاه. والله بجد هي فتره في الاول صعبه وهتتدربوا عليه شويه صعبه، بس بعد كده هتوصلوا للي انتوا عايزينه، عشان الصوت ده بجد بيساعد كتير جدا. تاني حاجه وهي ان انتي ما ينفعش نبقى في 2025 ولا بتقري ولا بتسمعي بودكاست. انا عارفه ان في ناس كتير قوي مش بتحب تقرا، وبتبقى الموضوع بالنسبه لها زهق وكده، بس هو مش بمزاجك يعني بجد. هو الموضوع مش بمزاجنا خالص. لو ما بنحبش نقرا نسمع بودكاست، لو بنحب نقرا فخلاص الحمد لله. بس انا بالنسبه لي بفضل البودكاست اكتر. ليه؟ لان هو بيبقى شغال على كل الحواس. انتي بتبقي شايفه اللي قدامك بيتحرك ازاي، بيتكلم ازاي، انفعالاته ازاي، يعني يعتبر زي اللي احنا فيه دلوقتي. فبجد بتبقي مركزه اكتر، والكلام بجد بيركز في عقلك اكتر. فانت ما عندكيش اي مبرر ان انت تهربي ان انت ما تقريش كتب او تسمعي بودكاست، لان زي ما قلت لك هو ده اللي هيطورك. ما ينفعش تبقي مثلا بتسكرول كتير قوي قوي على التيك توك او على ريلز الانستجرام وانت شايفه ان انت كده مبسوطه. لا، انت لما بتسمعيش اي فيديو طويل. وعلى فكره بالمناسبه يعني انا بحب قوي قوي المشاهدين بتوع يوتيوب، لان يعني بحسهم ايه،
عايزين فعلا يعملوا حاجه، بيتفرجوا على فيديوز طويله وبيصبروا عليها للاخر. فدي حاجه كويسه قوي، ومعنى كده ان انت فعلا عايزه تعملي حاجه وعايزه توصلي لحاجه. فدي نقطه بوينت برضو خديها في حسبانك، ان انت مش زي ما انت فاكره ان انت مستسلمه او كده، لا بالعكس دي نقطه كويسه جدا جدا في صالحك. فمن النهارده لازم تكوني عارفه ومقتنعه ان كل يوم ما ينفعش يعدي من غير ما تسمعي حاجه. شوفي المجال اللي انت بتحبيه. والاكتر اللي شغال دلوقتي هو علم النفس، ان انت تسمعي يعني تسمعي حاجات عن نفسيتك اكتر، وتعرفي انت بتفكري ازاي، وتعرفي الناس اللي حواليكي بتفكر ازاي. فبجد ما ينفعش تعدي يوم من غير ما تعملي الحاجات دي. تالت حاجه، وهي حاجه يعني انا بشوف الناس اللي بتعملها بيبقوا ناس بيرجعوا لورا خطوات خطوات لورا، وما بيعملوش اي حاجه ومش هيوصلوا لاي حاجه. وهي ايه؟ ان انت دايما تبقي حاشره نفسك كده في الماضي. اي حاجه حصلت لك زمان تقومي انت مش قادره تطلعي منها ومش قادره تتخطيها، واللي هو ما بتفكريش في اي حاجه غير الناس اللي اذوكي والناس اللي ظلموكي. انا عارفه ان الناس وحشه، وعارفه ان الناس بتاذي جامد قوي، وعارفه ان انت ممكن تكوني خلاص مش قادره، اللي هو ايه، في حاجه حصلت لك قوي مش قادره تتخطيها. بس طول ما انت مختاره ان انت تفضلي تفكري في الماضي، فمش هتعملي اي حاجه بجد، ده الحقيقه. لان يعني هنعمل ايه بجد؟ هنعمل ايه بالناس اللي اذونا؟ هل كل شويه، حتى مثلا لو الناس اللي اذونا ده حد من اهلنا او حد من قرايبنا او كده او صحابنا، ينفع ان احنا نبقى كل شويه بنسالهم، او كل شويه حاطينهم في موضع اللي هو انتوا ليه عملتوا فينا كده، او ان احنا كل شويه نجادلهم او نناقشهم اللي هو انت ما كانش ينفع تعمل كده، او انت ما كانش ينفع تعملي كده، ونبقى طول الوقت حاطين نفسنا في زون ان احنا مستنيين ان هم يردوا علينا ويقولوا لنا مثلا احنا اسفين او كده؟ ما حدش هيعمل كده ومش هيقولوا، واللي بيأذيكوا هيفضلوا يأذيكوا اكتر طول ما انتوا مش حاطين حدود ليهم ومش عارفين تتخطوا. فبجد يا جماعه والله العظيم زون الماضي دي لو اتحشرتوا فيها مش هتعملوا اي حاجه. اي حاجه حصلت زمان فخلاص هي زمان. انا عارفه برضو ان كل حاجه بقولها هي مش سهله، بس هو قرار. يعني انت خلاص انت قررتي انك تنسي كل حاجه. في الاول هيبقى صعب، بس بعد كده بالتدريب. هي كل حاجه بتيجي بالاستمراريه. لو انت مثلا يوم حسيتي نفسك فيه انك كويسه قوي وخلاص تمام انا تخطيت، واليوم اللي بعديه حسيتي ان انت مش كويسه ورجعتي تاني للصفر، هي الحقيقه انت ما بتكونيش رجعتي للصفر ولا حاجه. انت بس بتكوني يعني ايه، الموضوع مأثر فيكي قوي فبترجعي لورا سنه. بس انت بقى حاولي ترجعي نفسك قدام تاني، او طلعي نفسك قدام تاني. بجد ما تسمحيش لاي حاجه حصلت في الماضي ان هي تعكن عليكي، عشان مش هتوصلي لاي حاجه انت عايزاها. رابع حاجه بقى، وهي في ناس بتبقى رابطه كل حاجه بتحصل حواليها او تصرفات الناس اللي حواليها، بتبقى رابطاها بان هم فيهم حاجه غلط. بمعنى ايه؟ ان مثلا انا في شغل، او انا في دراسه، او انا في درس، وتبداي تفكري دي بصت لي بالطريقه دي يبقى انا في حاجه وحشه، انا لبسي مثلا مش عارفه في ايه، في حاجه. تبداي تبصي على نفسك مش عارفه ده قال لي ايه، يبقى اكيد قصده عليا. اي حاجه تبدا تحصل حواليكي تفضلي تنسبيها ليكي وان انت السبب فيها. يا جماعه دي حاجه كارثيه، وحاجه بجد بتقلل الثقه في النفس جدا. فكره ان انت تبقي اللي هو كل همسه وكل نظره وكل حاجه فاكراها عليكي، دي حاجه مش صح. الناس مش مركزه معاكي للدرجه دي. انا عارفه ان في ناس بتبقى قصده تضايقك، بس دول نسبه قليله قوي. انا بتكلم في الطبيعي، ان احنا نبقى قاعدين في قعده شغل عاديه، او قعده حاجه كده لذيذه، حاجه عاديه خالص، وتبداي تفكري ان كل حاجه بتحصل انت سبب فيها. دي مش حاجه صح، وحاجه مضره جدا جدا للاسف، وبتقلل ثقتك في نفسك زي ما قلت لك. وتفضل بقى ايه في اوفر ثينكينج بقى، انت يا ترى ده عمل كده ليه، يا ترى مش عارفه ايه. اي حاجه بتحصل هي انت مش السبب فيها. وده هيخلينا ننقل للنقطه اللي بعد كده، وهي ان انت ما تخافيش انك تبقي تقيله على حد. انا عارفه ان احنا بنبقى مثلا ايه، مش عايزين نتقل على حد شويه، مش عارفه ايه، بس اصلا ده يفرق عن فكره ان انت ما تبقيش اصلا من البدايه عايزه تطلبي اي حاجه من اي حد، او عايزه اي حد يساعدك باي حاجه عشان فكره ان انا لا هيشوفوني تقيله، طب انا مش عايزه اتقل، طب انا. ده مش صح. معنى كده ان انت شخصيه مش واثقه في نفسها. عشان يعني الطبيعي ان احنا نبدا يعني ايه، نهزر مع بعض ونتكلم ونطلب من بعض حاجات، وما نفكرش خالص ان احنا نبقى تقال على الناس، لان ده مش تقل، ده بجد حاجه عاديه، ده البيزك، ده الحاجه الاساسيه اللي احنا بنعملها. فانا قصدي اقول ايه، ان مثلا ما تبقيش في مكان شغل انت خايفه تتكلمي، خايفه تعبري عن رايك، خوفا ان ده هيفكرني ازاي، طب انا لو اتكلمت شويه زياده ده هيفكرني يعني مثلا ايه مش تقيله، او ان انا كده بتقل او كده. لا خالص، ده بجد مش صح ابدا. احنا ما بنبقاش تقال على الناس غير فعلا احنا لو زي ما بيقولوا كده ايه، طحناهم اوامر، او اللي هو بدانا فعلا نتقل عليهم قوي ونطلب منهم حاجات كتير قوي. انما فكره انك بتتكلمي ولذيذه وبتهزري، اعملي كده، ما تفكريش مين هيفكر فيكي ازاي، ما تفكريش مين هيقول عليكي ايه. ده مش صح بجد، ده مش صح خالص. ودي حاجه للاسف بتقلل الثقه في النفس جدا وانتي مش واخده بالك. النقطه اللي بعد كده، بس الاول انا عايزاكم تفكروا في كل حاجه بقولها دي. لو
ما عملتوهاش انتوا شخصيتكم هتتطور، فبالتالي عقلكم هيبقى قوي ونفسيتكم هتبقوا قويه وهتاخدوا الجلو اب اللي انتوا عايزينه. ففكروا في كل نقطه بالطريقه دي. فخلينا دلوقتي نقول فكره ان انتي ما تبقيش دراما كوين. يعني انا عارفه ان برضو عشان انا ما بحبش اتحامل على حد، في ناس بيبقى عندهم ديبريشن، بيبقوا زعلانين اكتئاب يعني وكده. الناس دي بتبقى بتشخيص دكتور وتمام. انا مش بتكلم على كده خالص، انا بتكلم ان انت عادي شخصيه طبيعيه، بس انت بتحبي تبقي دراما، بتحبي دايما تبقي قاعده في قاعده تحكي كلام الوحش، تحكي معرفش مين عمل لك ايه، الناس دول قاصدين يعملوا لك كذا، او الناس دول اللي بيعكنوا عليكي، وان انت دايما بتعملي حتى على تيك توك تعملي ريبوست مثلا لحاجات حزينه قوي قوي بقى. وطول الوقت انا عارفه ان كلنا بيجي علينا فترات بنبقى زعلانين شويه، فنقوم عاملين ريبوست كده لكام حاجه مش لذيذه، بس انا قصدي ان دي تكون شخصيتك طول الوقت، ان انت دايما تبقي انت اللي بتنكدي القعده من اللي مفيش. فاهمين قصدي؟ اللي هو مفيش حاجه تستدعي اللي انت بتعمليه ده، فاهمه؟ انت بجد لو اقرب الناس ليكي، تخيلي اقرب حد ليكي من سواء صاحبتك، مامتك، باباكي، اخواتك، اي حاجه، مش هيستحملوا ان انت تبقي شخصيه بتنكدي عليهم طول الوقت. انا مقدره ان في ناس بتبقى حساسه زياده، بس يعني المفروض الموضوع ده يا جماعه يتحاول يتحل بجد. حاولوا حلوه على قد ما تقدروا، لان زي ما قلت لك مش هياخدوكي على محمل الجد، هيقعدوا يقولوا دي طول الوقت زعلانه، طول الوقت عايزه تقلب القعده، فهيحطوكي كده في اخر اولوياتهم. فبجد ما تبقيش كده خالص. حاولي دايما، يعني في الاول الموضوع هيبقى صعب انا عارفه، بس حاولي تخلي دايما عصبيتك او يعني مزاجك المقلوب ده على نفسك، في اوضتك، مع موبايلك بالليل كده. انما بجد ما تحاوليش انك تعمليه كده قدام الناس، لان يعني هيحطوكي في تصنيف لو قلتلك عليه مش هتبقي حابه الموضوع خالص وهتتضايقي. فبجد اعملي ده بجد. خليكي كده، خليكي كده ايه، لذيذه، خليكي كده بسيطه. انا بتكلم في اللي هو العادي، خليكي مع الناس، اتكلمي، اسكتي، يعني شوفي القعده عامله ازاي واعملي زيها، امشي على التيار بتاعها. النقطه اللي بعد كده وهي ان في ناس داخله حياتك عشان يعني تمص طاقتك وتضيع وقتك وتعمل فيكي حاجات وحشه قوي. طبعا الناس دول مش هييجوا يقولوا لك احنا داخلين حياتك عشان نعمل فيكي كذا كذا، يعني مفيش حاجه اسمها كده. بس انت بقى المفروض انك تبقي واعيه وعارفه ان دول هيجوا، وحتى ممكن يجوا وهم متخفيين في غطاء او في رداء الناس اللذيذه، الناس الكيوت، الناس الفرفوشه قوي، بس في الاول وفي الاخر دول ناس بتاذيكي. انت هتعرفيهم ازاي بقى؟ هتلاقيهم مثلا بيدوا حاجات كده من تحت لتحت، مش فرحانين مثلا بحاجه انت بتعمليها، او ان هم طول الوقت في حوارات. اصلا هم ناس كده بتوع حوارات، عارفين انتوا الناس دي اكيد عدى عليكم كده، الناس اللي ما ينفعش تبقى قاعده كده مسالمه، ناس دايما يخلصوا من حوار يدخلوا في حوار تاني. الناس دي انا انصحك ما تبقيش معاهم خالص خالص، لان هم مش هيعملوا اي حاجه غير ان هم هيضيعوا وقتك وهيمصوا طاقتك وهيخلوكي انسان وحش. لو انت بجد شخصيه كويسه وشخصيه ملهاش في الحوارات، هيخلوكي شخصيه وحشه قوي قوي. ففكك من الناس دي. حتى لو انت بتحبيهم، معلش تعالي على نفسك. الحب دلوقتي بجد مش كل حاجه، مش هيفيدوكي باي حاجه. عادي، زي ما بقول لكم دايما، انا جملتي المشهوره ان بجد كل حاجه صعبه في الاول بس في الاخر بتتحل. وبعد كده يعني الصعب اللي في الاول ده بيتحول ان هو كل حته صعبه بتعدي بيها هتحاول ان هي تكون جزء حلو قوي في شخصيتك، وهتكون جزء قوي قوي في شخصيتك. فبجد خليكي مقتنعه بحاجه زي كده. اي حاجه بتتألمي فيها في الاول، فتاكدي مليون في الميه ان دي هتبقى يعني نقله تانية خالص خالص في شخصيتك وفي عقلك وفي اسلوبك وفي نفسيتك. فدايما خليكي كده يعني فوق الناس. بس انا مش قصدي فوق الناس بتناكه وغرور بقى وتكبر، لا، فوق الناس باللي هو احتياجاتك وطلباتك. لو فعلا انا صاحبه دي هتخليني تحت، او هي مثلا يعني هنا وانا هنا وهتشدني معاها لتحت، فانطريها من حياتك. هي ما ينفعش تكون موجوده دلوقتي بجد. خليكي فوق الناس بجد زي ما قلت لك باحتياجاتك. شوفي انت الناس دول مش مناسبينك في ايه وطلعيهم بجد بجد. اعملي كده والله العظيم شخصيتك هتقوى اضعاف. النقطه اللي بعد كده وهي يا جماعه نقطه انا شايفاها حاجه كده انا استغربتها اصلا لما كنت بتكلم مع حد قبل كده. كانت البنوته دي بتقولي ان هي مش عارفه ايه الحاجه اللي بتبسطها، او ان هي بقالها فتره ما اتبسطتش، او هي فعلا مش عارفه ايه الحاجه اللي يعني بتبسطها من جواها. فانا قلت لها ان الوضع ده كارثي، ده مش وضع طبيعي. فبجد يعني مش شايفه ان في مبرر ان يبقى في انسان مش عارف ايه اللي بيبسطه، ايه اللي بيفرحه، ايه الحاجه اللي هتخليه يغير ويفصل كده ويبقى احسن. فدايما اقعدي مع نفسك بورقه وقلم. يعني انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا في حاجات كتير قوي فيا اتغيرت وبقت الاحسن بسبب ان انا دايما معايا كده اجنده كبيره. عارفين انتوا الاجندات بتوع زمان اللي هم الاجنده بتاعت بدايه السنه دي؟ معايا بجد من كتير قوي، وبكتب فيها كل حاجه انا حاساها سواء حلوه او وحشه. ومعايا مش هي بس، حاجات تانية طبعا بكتب فيها. فبجد اكتبوا. انا في حاجه عملتها من فتره حلوه قوي، وهي ايه؟
انا حاسه ان في حاجات مثلا بتوقف لي حاجات معينه في حياتي بسبب تفكيري في حاجه معينه. فانا قمت عملت ايه؟ جبت النوته بتاعتي وكتبت يعني الاجنده اللي انا بقول لكم عليها دي، عشان بجد دي صديقتي صدوقه انا بحبها قوي. آه، جبتها وكتبت فيها كل حاجه بتضايقني في نفسي. انا مثلا الحاجات اللي كتبتها طلعوا 8 نقاط، في غيري ممكن يكتب 10، في غيري ممكن يكتب 5، في غيري ممكن يكتب 20 و30. مش وحش على فكره، معنى كده انك عارفه بجد نفسك كويس وعايزه تغيريها. انا جيت كتبت كل حاجه، بس مش اللي هو حاجات سطحيه 1 2 3، لا، قعدت مع نفسي في جلسه كده تفكير عميق قوي قوي قوي. ويعني بعد كده بعديها انا حسيت ان انا متضايقه ومخنوقه، لان انا اكتشفت حاجات ما كنتش اتمنى ان انا اكتشفها. ليه؟ عشان المواجهه صعبه، زي ما بقول لكم بجد المواجهه صعبه. بس خلاص انا ضغطت على نفسي ساعتها وقلت انا لازم اعمل كده، عشان لو ما عملتش كده مش هيبقى في حاجه حلوه هتتحسن او مفيش حاجه هتتطور. فلما كتبتهم بجد كانوا حاجات عميقه قوي، زي ما بقول لكم كده، اللي هو ايه ده، اللي هو عارفين انتوا نعيم الجهل، يا ريتني فضلت في نعيم الجهل بجد. بس خلاص هي عدت واكتشفت الحاجات دي. وكل يوم بدات ان انا اقراهم الصبح، لان انا بنسى، طبيعتي ان انا بنسى. فكل يوم بصحى الصبح ان انا اقراهم وافكر نفسي ان دي رحلتي الجايه، ان انا اطور نفسي بالحاجات دي. هاخد كل يوم حاجه حاجه، ما ينفعش انك تاخدي كل حاجه مع بعض، عشان ده يعني هيجي عليكي بحاجه وحشه قوي. كل يوم تاخدي حاجه وتبداي تكتبي وتبداي تسرشي النقطه دي هتتحل ازاي، او هتبقى علاجها ايه او كده، او سببها ايه. لما تعرفي سببها شوفي علاجها. وبجد يا جماعه والله العظيم وعد مليون في المية، لو عملتوا الحاجات دي انتوا يعني هتروحوا في حته تانية خالص من الثقه بالنفس ومن تطوير الذات ومن كل الكلام ده. لان الانسان اللي قاعد في مكانه، انت ايه فايدتك بجد؟ انا بجد ما ببقاش عارفه. ممكن نكسل ساعات، ممكن نبقى عايزين نعمل، او يعني يجيلنا كده فجوه في حياتنا ان احنا ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنفكر. ممكن اللي حوالينا يكون شايفين ان احنا ما بنعملش حاجه، بس احنا جوانا بنبقى بجد بنعمل حاجه. مش مشكله، مش قصدي على الفتره دي، بس انا قصدي بجد حتى لو انتوا التطوير كل يوم 1% او كل يوم نص في المية، فبعد فترة كبيرة هتلاقوا نفسكم وصلتوا ل100%. فاهمين قصدي؟ يعني بجد اسعوا يا جماعة على قد ما تقدروا، واكتبوا كل حاجة، واعرفوا انتوا بتحبوا ايه وما بتحبوش ايه. كل الكلام ده بجد يا جماعة يفرق معاكم جدا جدا. وان شاء الله بجد تلاقوا شغفكم وتلاقوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها، وتبقوا ناس احسن في كل حاجة انتوا عايزينها. سواء في الشغل، في دراسة، في دروس، في مدرسة، في كلية، في كل حاجة. بجد ان شاء الله بتمنى لكم قوي قوي ان انتوا تلاقوا الحاجة اللي بتحبوها وتبقوا ناس احسن في كل حاجه. بس انا كده خلصت النهارده، وبتمنى ان انتوا لقيتوا ان الحلقه دي مفيده بالنسبه لكم. يا رب بجد تبقى مفيده، واشوفكم في حاجات جايه احسن. عايزه دايما تقولوا لي ان انتوا بتحبوا ايه عشان اعمله اكتر ونبدا نركز فيه اكتر. عملت الحلقه اللي فاتت عن الجامعه، تشتري ايه للجامعه وكده، وفي ناس كتير قوي عجبتها وقالوا لي ان انا اكمل، ان انا اعمل بقى عن الصحاب والحاجات اللي هتقابلكم في الجامعه، العلاقات، الخوازيق، كل الحاجات دي هعمل عنها بجد ان شاء الله وعد في فيديو جاي. ممكن اخليه مش اللي هيبقى جاي على طول، ممكن يبقى ايه قبل الدراسه بحوالي اسبوع او اسبوعين. هعمل ده بجد ويبقى حاجه كده قويه، وفعلا هجمع لكم بقى كل حاجه انا مريت بيها او اتعلمتها في فتره الجامعه دي، وان شاء الله هقولها لكم. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير لاصحابكم عشان يستفادوا، وتقولوا لي ان هو عجبكم، عشان ده دايما بيشجعني اكتر ان انا اعمل حاجات احسن، وان انا يعني يبقى عندي كده شغف ان انا اعمل اكتر. بس باي باي.